طب الآية اللي دايما بتدخل أي نقاش، الله نور السماوات والأرض، السؤال الطبيعي هو ربنا نور بمعنى فيزيائي فوتونات يعني؟ طبعا لا، وده أول فخ بنقع فيه. القرآن هنا بيستخدم لغة كونية رمزية. النور هو أصل الظهور، أصل الاضطراب، أصل إن الحاجة تبقى موجودة أصلا. ابن سينا قال الوجود درجات، وأعلى درجة هي النور المحض. والفيزياء الحديثة تقول لك من غير الضوء مفيش رؤية ومفيش قياس، فمفيش حتى معنى لكلمة حصل. طيب نروح للزمن. القرآن يقول لك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة في يوم واحد، ده إيه؟ تشبيه ولا اختلاف أطر زمنية؟ العلم يقول لك لو السرعة قربت من سرعة الضوء الزمن يبطأ، ولو خرجت بره الإطار الفيزيائي أصلا الزمن يفقد معناه. القرآن مش بيشرح معادلات بس، بيكسر في دماغك فكرة إن الزمن واحد على الكل. وهنا يطلع اعتراض مهم، طب ما كده أي حد ممكن يفسر القرآن علميا على مزاجه. اعتراض في محله جدا. علشان كده لازم نفرق بين التوافق الهارموني والإسقاط البروجيكشن التحميل الزيادة عن اللزوم. يعني إيه؟ يعني القرآن مش كتاب فيزياء، بس لما يلمح بدقة مش بهرتلة.